دروس رمضانيه. طبعا في كل حلقه طبعا احنا بنجيب اسئله جديده، طبعا زي ما بقول لكم وزي ما انتم الساده المشاهدين، اي سؤال عايزينه طبعا رقم الشيخ محمد زكي زهران، وعنده قناه على اليوتيوب باسمها برضه الشيخ محمد زكي زهران، ورقم الشخصي انا هسيبه في كل التعليقات وهسيبه في كل فيديو معايا، يسيب السؤال بتاعه في ايه؟ في تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزك تقول لي مفسدات الصيام عامه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما توحدوا الله وتصلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مفسدات الصيام يعني كل شيء ما نزل من الجوف، الأكل والشرب والحيض والنفاس والشرك بالله عز وجل. تمام؟ يعني لأن الأصل في الصيام الإمساك والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى أذان المغرب. فإن شاء الله الحاجات دي كلها تفسد الصيام، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم آمين. وعن المسلمين أجمعين. تمام. تاني سؤال. نعم. هل الكحل الناس اللي بتحط كحل دي يفطر؟ نعم. لا، ما الكحل مفيش فيه حاجة إن شاء الله. يعني الكحل عامة؟ الكحل مفيش فيه حاجة إن شاء الله. تمام، ده سؤال برضو كويس. تمام. ماشي. طب والحقن؟ الحقن الأصل في الحقن مفيش فيها حاجة كلها، حتى الحقن المقويات. تمام. الأصل في الحقن، الدكتور عبد العظيم بن بدوي من علماء الأزهر الشريف قال في كتابه الوجيز: الأصل في كل الحقن سواء مقويات أو غير مقويات ما بتفطرش. ليه؟ لأنه قال الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. ربنا بينساش حاجة. لو كانت بتفطر كان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا إن هي بتفطر، وإنما بنقول إن الراجل اللي بياخد حقن مقويات أو مش قادر يصوم لا يتحايل على الصيام. تمام. لأن ربنا عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسيدنا النبي قال لك: إن الله تحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. أنت معاك رخصة، مريض ما تتحايلش على الصيام، افطر معاك رخصة وبصوم يوم تاني إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله أعلم. طب بالنسبة للمراهم، واحد تعبان مثلا بيدي المرهم مفيش أي حاجة. المراهم برضو مفيش فيها حاجة، لأن ما فيش حاجة بتنزل من الجوف، يعني كله ده سطحي زي الحقن. طب الحجامة انا مثلا دلوقتي عايز اعمل حجامة في نهار رمضان. طبعا الأصل في الحجامة إن هي لا تبطل الصيام. تمام. يعني إن شاء الله يعني يجوز إن شاء الله. تمام. جزاك الله والله أعلى وأعلم. سؤال كمان: هل تعجيل الفطار للصائم من السنة أم من البدعة؟ ده سؤال جميل بعد ما توحدوا الله، لأن بعض يعني آبائنا يقول لك مش هحط حاجة في بوقي إلا لما الأذان الشاهد. كتير قوي، حتى النهارده برضه حصل معايا يعني. جبت منين يا عم الحاج؟ ده من السنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والبركة في الأمة ديت تعجيل الفطار. اللهم إن لك صمت على رزقك أفطرت، تقول الدعاء وتكثر من الدعاء، لأن لله عز وجل عند كل فطر، عند كل ليلة عتقاء من النار، وعند كل فطر دعوات مستجابات. فتدعو قبل المغرب ب5 دقائق و10 دقائق، تشتغل في الدعاء بإخلاص لك ولكل المسلمين. وعليك ان انت يعني تعجل عند ما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر، خلاص انت خدت الاذن، سمي بسم الله وقول الدعاء وافطر على طول ان شاء الله. يبقى مش لازم استنى المؤذن لما يقول اشهد ان لا اله الا الله. تاخير السحور من السنه، لان سيدنا النبي ما تصلي يا حاجه، ما تصلي يا عم صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال: تسحروا فان في السحور بركه. صليتوا عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. وجزاك الله خير يا شيخ محمد. طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.